بيكو وقناة انت الأهم. الحاجة حمادة أقدم عطار هنا في وسط البلد هيقول لكم على نصايح جميلة جدا عشان تقدري تحافظي على التوابل مدة كبيرة في الصيف. ازي حضرتك يا حاج حمادة؟ هو بمناسبة دخول فصل الصيف طبعا يفضل ان انا من اول شهر 5 لحد شهر 11 التوابل احطها في علبة بلاستيك او ازاز واحتفظ بيها في درج في الثلاجة الاربع شهور دول لازم يتحط في الثلاجة لان الدنيا بتبقى حر جدا والمطبخ حر، فاي بقوليات او اي توابل هتلاقيها باظت بسرعه، لا اما فقدت ريحتها لا اما سوست. فاحسن حاجه ان انا اعمل درج كده صغير في الثلاجه او في الديب فريزر للبقوليات والتوابل الاربع شهور دول بس. هتلاقي الحاجه اكنك لسه شارياها فريش، هتفضل فريش معاكي على طول. ما ينفعش يسيبوا اي توابل بره في المطبخ، هتبوظ. ده المطبخ الحر البوتاجاز زي غير الصيف. شهر 6 و7 و8 ده بتبقى الدنيا نار، فالحاجه بتبوظ. دايما الزبون عندنا لما بينسى الحاجه في المطبخ بيجي يشتكي من الحته دي، يقول لك الحاجه سوست، الحاجه ريحتها غير ما كنت شاريها الاول. لا انا معود زبايني هنا بفضل الله دايما بقول لهم النصيحه دي، علب بلاستيك او علب ازاز واحطهم في درج في الثلاجه، اعمل درج للتوابل والبقوليات الاربع شهور دول. شكرا ليكي يا حاجه حماده، كل سنه وحضرتك طيب.